بيكم في فيديو جديد. احنا هنا في المملكة الدنماركية بتخرج الولاد هنا او الطلاب في الثانوية العامة الدنماركية. يعني ايه ان احنا نتخرج من مرحلة ثانوية هنا في الدنمارك؟ الموضوع مختلف عن اي حتة تانية. الناس هنا كلها بتحتفل بالطريقة اللي انتم شايفينها دي على الاخر. الناس بتيجي تهيص، بتيجي يعني تفرفش، بتيجي تشرب وتنسى همومها. بيقول لك ان اصعب 3 سنين في حياتهم هي حياة المرحلة الثانوية، بعديها الموضوع كله رفاهية. ان الدولة هنا بتدعمهم كويس جدا جدا جدا. مفيش حد فيهم بيحتاج اي حاجة بعد ما يخلص. حتى في ناس بتخلص دراستها، في ناس بتكمل في الجامعة، في ناس بتاخد 2 3 راحة، في ناس بتبطل اصلا تدرس تاني خلاص وتقول لك كفايه. هي الحكومه بتدعمهم لان هم هنا عندهم الحاجات الحرفيه كتيره جدا، حاجات كتيره جدا هنعرفها مع الناس. والفصل بتاع المدرسه اللي احنا ماشيين بيها، يعني كل واحد في الفصل بيعدوا على بيته بالعربيه دي، بيحتفلوا قدام بيته. اللي صاحب البيت او المكان الواحد اللي عايش في المنطقه دي بينزل يشرب زي ما انتم شايفين كده المشروب بتاعهم ده احتفالا انه وصل لمنطقته. So you will stop at your home, her home, everyone. Yes, home. yes, everybody. Wow, and drink. We have to drink 24 units. Okay. We have it counted on our fingers. You can see here I have 12. So Okay. I'm halfway there at the fifth stop. بيقول لك لازم على الاقل يشربوا 24 ازازه يعني مشروبات من اللي هم بيشربوها دي. هو شرب 12. بيقول لك 24 12 في 5 واقف بس. So you drink 12. 24. And you drank already 12. I drank 12. 12 in 5 stops. Yeah. So you have 12 to go. Yes, and then you are done. And then we're not done. I'll continue, but yes, I'm done. You are done officially. You can see you get different clips in the head. The square is when you drink a whole box, like 24. So that's the square. Okay. بيقول لك بيعدوا في الكابات بتاعتهم كام واحد يشربها. We go to next stop. Thank you for the interview. فلاشه. نركب مع بعض العربيه دلوقتي عشان نشوف المنظر جوه عامل ازاي. الناس ازاي بتطيس. الراجل بيقفل علينا، بنقعد قاعدين زي الخرفان جوه كده، كله بيهيص وبيحتفل. يا awesome. Orale. As we say, vamos! Vamos, niños! Vamos, chicos! Vamos, chicos! الجميل في الموضوع ان العربيه دي عربيه جيش بجد يا جماعه. عربيه جيش لما طلعوها على المعاش اخدوها عملوها عمليه احتفالات، عربيه احتفالات للطلبه. So it's a real military car. Sorry? It's a real military car and they changed it to be like for these celebrations and stuff. Yeah. It's cool. Exactly. It's cool. راحوا البيت تاني برضه وقفوا نفس الكلام. البيت المره دي بتاع انا البنت الجميله اللي معانا دي. So it's like a tradition in Denmark that every year people celebrate these kind of things. Yeah, of course. أنا. لسه مفهمها ان هي انا يعني انا اسمي انا. Like you just go straight ahead and just like enjoy it to the max. Yeah. It's 1 day per life. Yeah, it is. Okay, awesome. And does every parent like prepare this kind of food and stuff every stop you do? Yeah, they does because you know everybody wants to have a little drink or have something to eat, and then they go to the toilet and have some water perhaps. So yeah, every parent does this and it's very nice. كل عيلة بتجهز لأولادها أو لابنها أو لبنتها الأكل، الشرب، الاحتفالات دي، الحلويات، بتفتح بيتها عشان خاطر الناس عايزة تدخل الحمام، بيهيصوا على الآخر. يعني تخيل أنت كل واحد في فصلك بتعدي على بيت منه تهيصوا وتهيصوا، وفي النص تركبوا العربية وما حدش يبقى ادوكوا يا جماعة وتعملوا كده. بجد اختلاف الثقافات حاجه جامده جدا جدا جدا. والناس هنا بتعرف تستمتع بنفسها، بتعرف تستمتع بالدراسه، بتعرف هي دراستها اصلا خفيفه، والناس بتفهم مش بتحفظ. ده الفكره يا جماعه هنا. والناس بتتبسط، بتهيص، بتهيص، بتعمل كل حاجه هي عايزاها. It was a pleasure.
اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتابعونا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، تعملوا فولو ولايك، وصفحتنا الرسميه على اليوتيوب، تعملوا سبسكرايب، فعلوا الجرس عشان خاطر يوصلوكم فيديوهاتنا الجديده اول باول. صفحتي على الانستجرام فيها صور فيديوهات حصريه مش موجوده في اي حته تانية. اشوفكم على خير باذن الله في حتت تانية كتيره جدا. احمد حجاجوفيتش، سلام.